السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو حلو قوي كده، يا رب يعجبكم. اول حاجة انا مطلعة لحمة زي ما انتم شايفين. الدنيا غالية واللحمة غالية، والسمين اللي بيجي مع اللحمة انا مش معقولة حرميه. لا، انا حطيته كده زي ما انتم شايفين في كيس، جمعته مع بعض وطلعت عليهم كيس لحمة حمراء وحفرمهم كلهم مع بعض. بصراحة أنا عندي الولاد ما بياكلوش السمين خالص، فأنا حرام يعني، الدنيا غالية واللحمة غالية، فمش معقولة إن أنا كل ما أحط حتتين في الأكل كده حرميهم. لا، أنا هفرمهم وإن شاء الله مش هيبانوا، بس ما حدش يقول لهم إن أنا عملت كده. نضحك عليهم المرة دي. بس يا حبايبي كده أنا سبت اللحمة تفك زي ما انتوا شايفين. همسك بقى اللحمة بتاعتنا كده أقطعها قطع صغيرة عشان لما أحطها في الكبة ما تتعبنيش وتتفرم بسرعة. اقطعها كلها كده زي ما انتوا شايفين. اهي الكمية بتاعتي هي اللي قطعتها، بسم الله ما شاء الله، يعني كمية حلوة والسمين فيها كتير. واللحمة انا حبيت اوزنها باللحمة كده، فطلعت لها كيس احمر خالص عشان خاطر برضو يبقى اللحمة الحمراء فيها بزيادة. بس كده يا حبايبي، هجيب الكبة بقى زي ما انتوا شايفين كده، وهاخد حبة حبة واروح حطاهم في الكبة واديهم تكة كده، وان شاء الله هتبقى احلى لحمة مفرومة. بس كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، اديها بقى تكة كده في الكبة حلوة، مرة مرتين لغاية ما توصل للقوام اللي انا عايزاه. اهو مفرومة دي ولا مش مفرومة؟ وخسارة نرمي السمين بتاع اللحمة طبعا. اي لحمة بتشتريها او بتجيبيها لازم يحطلك حتة سمينة فيها. لا، احنا مش هنرمي السمين بعد كده، وانا هروح فرماه وهستغله في اي اكل هعمله، هيدي الاكل طعم حلو وفي نفس الوقت مش هيبان. دول حتتين لقيتهم زي العروق كده، طبعا مرضتش افرمهم عشان الكبة. دول ركنتهم على جنب وفرمت اللحمة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى طبعا لازم استغل الموقف بقى كده، انا واقفه بفرم لحمه، مش معقوله مش هستغلها واعمل منها صنف حلو الولاد بيحبوه. هجيب كام بصلايه كده، برضو البصل غالي. بصوا انا كنت بكتر البصل في الحواوشي قوي، لكن فعلا البصل غالي قوي اليومين دول. يعني حطيت كام بصلايه كده، لازم نوفر بقى كده ونمشي امورنا واللحمه بصراحه لما هفرمها كده انا هعملها كام كيس وهتنفعني كذا مره. يعني هستغلها في حاجات وفي اكلات حلوه، فهتنفع برضو في البيت. ده الفلفل الالوان اللي انا كنت مفرزاه معاكم، طلعت كيس كده زي ما انتوا شايفين. ده كان فلفل الوان وبصل كنت مشوحاه كده معاكم وشايلاه في الفريزر. قطعت البصل قشرته كده زي ما انتوا شايفين، وهقطعه في الكبه مطرح ما فرمت اللحمه. وهنعمل مع بعض كده رغيفين حواوشي نتغدى بيهم في السريع. قطعت البصل كده وهديله ضربة لوحده الأول، وبعد كده اروح فرمه معاه الفلفل. انا كان المفروض برضو حطيت قرنين فلفل رومي كده، بس بصراحة انا ما كانش عندي، واستكفيت بالفلفل الالوان والفلفل السبايسي، وكان طعمه حلو برضو. ويعني ما فيش حاجة بتقول لا، اي حاجة بتعمليها بتطلع حلوة. المهم يكون النية صافية كده والقلب كده راضي عن الحاجة اللي بتعمليها. هنا فرمت البصل بتاعي، هقطع بقى عليه الفلفل واحط الفلفل الالوان. عملت الخليط بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، بصل وفلفل. افضيه بقى في طبق. انا بعد ما فضيته في طبق هلاقي بقى ان الطبق مش هينفع ان انا يعني ادعك اللحمه بالبصل كده فيه، فهنقله معاكم في بوله. بس هنا ده البصل بتاعي. هاخد بقى حته لحمه حلوه بقى من اللي احنا فارمينها ديت. انا خدت مقدار نص كيلو لحمه كده، ورحت حاطه البصلتين اللي انا عملتهم مع الفلفل، وهمسكهم بقى كده ايه، ادعكهم دعكه حلوه كلهم مع بعض. بس هنا جبت البوله اهي عشان اعرف ادعك بقى الخليط بتاعي ده كله بتاع الحواوشي. لازم نستغل اليوم، مش احنا فرمنا لحمه يبقى لازم نجرب اللحمه. هحط بقى التوابل بتاعتنا كده، توم باودر وبصل باودر وكمون وكزبره
بابريكا وكل حاجة حطيت منها. انا بصراحة بحب احط كل حاجة، بهارات لحمة. شكلت بقى التوابل بتاعتي كلها كده زي ما انتوا شايفين، شوية قرفة، ونظبط الملح بتاعنا والحياء بتاعنا كده، ونخلي اللحمة طعمها حلو عشان الحواوشي بتاعنا يبقى طعمه حلو. بس زي ما انتوا شايفين كده حطيت التوابل كلها، من كل حاجة عندي حطيت شوية، قيمة معلقة صغيرة كده، لان انا مش عاملة كتير، ده نص كيلو لحمة. ظبطت الملح بتاعي زي ما انتوا شايفين، وكده خلصنا الخليط بتاع الحواوشي وفرمنا اللحمة. هنبتدي بقى نعمل الحواوشي بتاعنا، بس الاول هنقسم اللحمة اللي احنا عملناها ديت عشان اشيلها. هجيب الاكياس بتاعتي بقى، رول اكياس كده، واروح واخده حته حته كده، ايه المقدار بقى اللي انتي عايزاه، ربع كيلو، نص كيلو، المهم تملي كيس كده اللي انتي هتحتاجيه في الاكل. انا بصراحه الفيديو ده كان متسجل بقاله فتره، فانا استغليت فعلا اللحمه ديت، عملت منها مكرونه بشاميل، وعملت منها كوسه بلحمه مفرومه، وعملت منها اللهم صل على النبي، عملت منها حاجات كتير قوي. يعني انا عملت 4 اكياس تقريبا او 5 اكياس، هنشوف في التصوير، والله ما فاكره كام كيس بالظبط، بس انا يعني استغلتهم فعلا وعملت بيهم اكلات كتير قوي. بفرد اللحمه كده، بفردها في الكيس قوي عشان لما افك الكيس يفك بسرعه، لما بتكون اللحمه رقيقه في الكيس كده بتفك بسرعه. اهو فعلا عملت 4 اكياس زي ما انتوا شايفين كده. ودي الحواوشي بتاعنا، ودي اللحمه المفرومه هنحطها في الفريزر بقى ونستغلها. بس كده يا حبايبي، خلاص بقى. عملت منها باميه، افتكرت عملت طاجن باميه حلوه قوي. بس نعمل الحواوشي بتاعنا، نحط طاسه على النار، ونجيب رغيف بلدي بقى من العيش البلدي بتاعنا الحلو ده، ونبتدي بقى نقطع. انا بحب اقسم الرغيف 2 كده زي ما انتوا شايفين، باخد قطعه لحمه افردها في الرغيف. الله على الجمال بجد، يعني حاجه كده واو. كان عندي حته جبنه رومي زي ما انتوا شايفين، هحط بقى كده كام حته جبنه رومي كده في قلب السندوتش بتاعنا دوت، عشان يسيح في قلبيه ويديله طعم حلو. هجيب شويه زيت صغيرين قوي. انتوا عارفين اللحمه سمينه، فمش هنكتر بقى الزيت. انا حطيت شويه زيت صغيره كده، وهحط رغيف الحواوشي بتاعي في قلب الطاسه. بفرد النص التاني كده، برضو بفرد اللحمه فيه، برضو بحط حتة جبنة رومي، وبروح حطها في الطاسة شوية، وبقلبها على الوش التاني، وبيبقى معاكي احلى رغيف حواوشي. انا بحب طعم الجبنة الرومي كده في الحواوشي، لما بتسيح فيه فعلا بتخليه طعمه حلو قوي. جبنة بقى شيدر، موتزاريلا، بس انا بحب طعم الجبنة الرومي بصراحة. بس كده يا حبايبي، اعمل بقى رغيف تاني، واجهز بقى. اول ما اطلع الرغيف ده من الطاسة اروح حاطة غيره، بقلبه بقى على الوش التاني. الله على الجمال، شايفين اللون والطعم بقى، كان ما اقولكوش على الجمال. بس كده نطلع بقى الرغيف بتاعنا، اتعمل زي ما انتم كده، وجهزت رغيف غيره عشان احطه. شايفين المنظر، حاجة كده يعني، والله فعلا كان جميل جدا. حط شوية زيت صغيرة تاني كده، ما بكترش الزيت لان هي اللحمة سمينة فبتنزل السمن بتاعها، فانا ما كترت الزيت. برضو بعمله على الوشين كده وبطلعه، بيبقى احلى رغيف حواوشي. هعمل بقى الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين. بس انا بصراحة بقى مش هسويه كله، انا هسوي على قد ما هنتغدى بس، والباقي بخليه طازة بقى كده. اللي بيجي بعمله الرغيف بتاعه، لو عايز رغيف رغيفين حسب ما هو بيبقى عايز انا بعمل. بصوا المنظر، يا خسارة الكاميرا ما جابتش الجبنة قوي وهي سايحة. بصوا مطلعة ايدي فوق كده، مش عارفة ليه. شايفين الجمال، بصوا الرغيف شكله بيتكلم يعني. عايزه تكتري جبنه بقى، بصراحه انا عملت اللي عندي، قرن فلفل بقى كده سبايسي فوق الطبق بتاعنا. الله على الجمال، شويه ترشي بقى كده، شويه سلطه الطحينه، اللي انت عايزاه اعمليه جنب الحواوشي الجميل ده. بصوا المنظر،
حاجة كده يعني فاخر من الاخر. انا ركنت رغيف معمول زي ما انتوا شايفين كده، وركنت حتة لحمة برضو ما حطيتش كله، عشان خاطر انا ولادي بصراحة بيحبوه طازة، بيحبوه سخن كده. انتوا عارفين الحواوشي ما بيتاكلش الا سخن. وده كده كان نهاية الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي النهارده ما تنسونيش باللايك الحلو والسبسكرايب والكومنت الحلو بتاعكم بيساعدني. هستنى طبعا رأيكم في التعليقات. بشوفكم في فيديو جديد. بصوا المنظر، بصوا الجمال. الطبق ده بقى ده اللحمة اللي فاضت اللي انا هعملها بعد كده، وتكون طازة ان شاء الله. يلا باي باي يا حبايبي، باي باي.